والتانية هنا زي كده. بديها آستر تستفيد منها. يا أهلا وسهلا، شوفوا كيف الأشياء سايباها على جنب عشان نرتبها معاكم. يلا خلينا نرتبها سوا. راح أحط في البرطمانات القزاز الرز والعيش. هذه طبعا هنا راح أرص العيش. العيش بهذا الشكل، وهنا الرز زي كده، وهنا راح احط الماجي. مناشف بايريدا افضل مناشف عندي في حياتي، احب استخدمها اكثر من المناشف العاديه لبقايا الاكل على طاوله الطعام، على الاسطح، حتى على الارضيه كده. استخدامها احس اسهل من المناشف العاديه، اشطفها واعلقها وارجع استخدمها تاني، تعيش عمر. هذه حق بايريدا مره جودتها ممتازه، لا تاخذوا الا منها. تقعد معاكم المنشف الواحدة تتحلل لين ترموها وبعدين تطلعوا واحدة تانية. أحب أطبقها زي كده، ودحين فوق راح أحط الإسفنج الباقي. وهنا أحط قهوتي. وكده خلصت ترتيب. خلينا كده مبدئيا مركون. نرجع للورد اللي يخوف. خلاص هي أهم شيء لمساتي. ونقص حلو. دقيقة يبغالي كمان مقص عشان نقص الأوراق هذه. نعدل شكل الورود، شكلها زي كذا. وبعد كده خلاص هذا الشكل يعني تقريبا، عشان مرة كانت مقفلة ومبهدلة. اوكي اظبط يشبهها زعلانة. طيب يعني بدا الشكل خلاص. حاولنا نفتحها، ناخذ الأربعة. ويطيح وارجع اثبت، وترى مثبته ببكله كنت. خلاص حسيت اني مرة طفشت منه، بس هذه ابغى ارفعها على الاوراق، والباقي خلاص ابغى اشيل وارميه. العشب طبعا راح ارميه، راح اخذ بس النظيف. الفلين ده راح ارميه خلاص، غسيل وارجع مرة تانية استفيد منه. دحين اشيل الاشياء الوسخة اللي يبغى له رمي ارميه، واللي يحتاج له غسيل ارميه في الغسيل عشان تغسلوا استر. خلاص نمسح الدنيا اللي عدمتها. بعد كده يصير يبغالي انسق ولا اجيب ورد تاني هنا، بس ما يخوف. ورد عادي اجيب واحط هنا على الجزيرة، بس مبدئيا خلاص راح يكون زي كده. وهذا هنا. يا سلام على الراحة النفسية، ما تصوروا كل يوم اقول بكرة اشيلها، طفشت من كتر ما يطيحها آدم. كيف بس كده احس ارتب. خلصت متر مرة أحب زي كذا أقطع وآكل وقت ما أشتهي. جدني هذه الأيام طايحة على الأناناس، اللي حقيقي طايحة على دي الأيام على الأناناس، على الأناناس. أديكم لقمة مرة لذيذ. يا مرحبا يا دفك الباب. أيوة كده. الحين بجلس كده استكن نادي شويتين مع نفسي، وبعدها